اللي المريض ممكن يكون ماشي عادي كده يعرق شويه يبقى عنده جلطه في القلب. كم واحد مننا راح لأهله أو راح لعمته أو عمه لقى عنده جهاز سكر، حلل سكر بالصدفة لقى سكره عالي. هتلاقي عدد كبير جدا مننا بالصدفة اكتشف اللي عنده سكر. ليه؟ لأن معظم الناس اللي عندها سكر 80% منهم ما بيحسش بأي أعراض للسكر. هنبتدي بقى نحلل تحليل سكر التقليدية عشان نبتدي نشخص مرض السكر. هنعمل تحليل سكر صايم لو طلع أكتر من أو يساوي 126، فاطر ساعتين لو طلع أكتر من أو يساوي 200، تراكمي طلع أكتر من أو يساوي 6.5، بقيت أنا مريض سكر. طيب هو مريض السكر بس مشكلته في الأرقام، مشكلته في الأعراض؟ لأ، مريض السكر مشكلته في المضاعفات اللي بيجيبها مرض السكر. مرض السكر مشكلته لو احنا ما قدرناش نظبطه كويس بالعلاج وتغيير نمط حياه قد يصاب الانسان في شبكيه العين او في قدم سكري او في اعتلال كلوي. كده وبس؟ لا، اي مريض سكر لازم يدور على حاجات تانية مصاحبه لمرض السكر، زي مثلا اضطراب كوليسترول ودهنيات الدم، زي ارتفاع ضغط الدم. طيب الثلاث حاجات لو المريض عنده سكر وضغط واضطراب دهنيات الدم وكمان بيدخن، ده ممكن يصاب بامراض القلب. مشكله امراض القلب في مريض السكر ايه؟ اللي المريض ممكن يكون ماشي عادي كده يعرق شويه يبقى عنده جلطه في القلب. المشكله اللي معظم الناس اللي عندها سكر قد تصاب بجلطه ساكته في القلب، يعني يجيله جلطه وما يحسش بالم في صدره. الم الصدر في مريض القلب هو اساس الاعراض اللي ممكن المريض يروح يكشف فيها عند دكتور قلب، ولكن مريض السكر قد يصاب بمرض القلب سايلنت من غير ما يحس باي اعراض. طب احنا نعمل ايه عشان نمنع مضاعفات السكر او نمنع الاصابه بالقلب؟ لازم مريض السكر يظبط نفسه according to targets، يعني لازم يبقى عنده ارقام يبتدي يشتغل عليها. لازم يظبط سكره كويس قوي، يظبط الكوليسترول كويس قوي، يظبط الضغط كويس قوي. لو ظبطنا الثلاث حالات دولت كويسين قوي ونروح مثلا مره كل سنه عند دكتور قلب نعمل رسم قلب مجهود، نعمل ايكو، بحيث ان احنا نطمن على القلب ونمنع الاصابه بالقلب. طب ايه هي الارقام اللي احنا بنحب نشوفها في مريض السكر عشان نقلل اصابته بامراض القلب؟ يعني مثلا السكر الصايم يبقى اقل من 130، السكر الفاطر اقل من 180، التراكمي اقل من 7، وكمان لازم برضو الكوليسترول يبقى مظبوط، يبقى ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار اللي هو بيترسب على شرايين القلب ويعمل جلطات وشرايين المخ ويعمل جلطات، وبرضو بيترسب على شرايين الرجل. لازم نخلي ال LDL بتاعنا اقل من 100. الحاجة التانية ايه برضو؟ الضغط من ضمن الحاجات اللي تخلي مريض السكر يجيله قلب. لازم الضغط يتظبط في مريض السكر يبقى اقل من 130/80 عشان يقلل الاصابه بامراض القلب والجلطات والسكتات الدماغيه وبرضه جلطات الرجل والاصابه بالقدم السكري. يبقى اذا مرض السكر دوت مش واحد عنده عطش، مش واحد عنده بول كتير وخلاص، لا، دي حاجه ليها مضاعفات وحاجه ليها اتصال قوي بامراض القلب والسكتات الدماغيه والقدم السكري. وبكده لازم كلنا نبقى عارفين ان في علاقه وطيده بين امراض القلب والسكر. مريض القلب لازم يتابع سكره على الاقل كل 3 شهور، يعمل صايم وفاطر وتراكمي، لان اضطراب السكر في مريض القلب قد يعرضه الى جلطات متكرره في القلب والسكتات الدماغيه ايضا. فاحنا لازم بالنسبه للسكر والضغط الاثنين يدوروا على بعض، مريض السكر يتابع القلب ومريض القلب يتابع السكر.